السلام عليكم. منح الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي رحب ب3 أيام لكل من ياسين مرياح، غيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان بعد نهاية التزاماتهم مع المنتخب الوطني. وشارك ياسين مرياح في جميع مباريات الدوري الأول مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم، في حين خاض محمد علي بن رمضان المباراة الأخيرة ضد فرنسا، وشارك غيلان الشعلالي كبديل. وأثر الفحوصات الطبية التي قام بها الدكتور منصف بن عبيد رئيس اللجنة الطبية لكل من شرارة والمشموم، تبين وجود أوجاع على مستوى العضلة الضامة الديكتور لشرارة تستوجب 10 أيام من التدريب على انفراد والعلاج الطبيعي، والتهاب في وتر أيكل الساق طوندون كالكانين لزياد المشموم يتطلب 7 أيام من التدريب الفردي والعلاج الطبيعي. ويواجه نادي باب السويق غدا الأحد مستقبل سليمان بالحديقة باء استعدادا لمواجهة النادي الصفاقسي الأحد القادم ضمن فعاليات الرابطة المحترفة الأولى. لهنا نكون وصلنا لآخر الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلكم الأخبار الحصرية.